هنعمل النهاردة بقى وصفة لما جربتها اتاكلت في دقايق وما تخيلتش تطلع لذيذة بالشكل ده، من غير لحوم ومن غير ما تشرب زيت كتير. تنفع فطار، تنفع عشاء أو حتى غدا، شغالة في كل حاجة. هنحتاج 4 بتنجانات وهنقطعهم مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. البتنجان بتاعي صغير فاستخدمت 4، ولكن ممكن بتنجانتين من الكبير بتاعكم. وفي طاسة على النار بنحط معلقتين زيت زيتون وننزل عليهم بالبتنجان، نديله تقليبة كده ورشة ملح ورشة فلفل اسود، ولو احتاجت زيت بنزودها معلقة معلقتين ولا حاجة بالكتير، ما بتاخدش زيت كتير، ونفضل نقلب فيها كده ونشوحها لحد لما البتنجان يستوي ويدبل زي ما انتوا شايفين كده. اول ما يوصل للمرحله دي بيكون خلاص استوى تمام، نرفعه في طبق خارجي. نرجع نحط معلقه زيت، بصلايه كبيره متقطعه تقطيع صغير، نديله تقليبه كده البصله تدبل بس وتبتدي تطلع ريحتها كده. ننزل عليها بواحد فلفل اخضر برضو متقطع صغير، فلفل رومي يعني، ممكن تحطوا بقى معاه فلفل حار، ممكن تحطوا فلفل حار بس زي ما انتوا عاوزين. البصل والفلفل يتبلوا ويطلعوا ريحتهم، بننزل عليهم ب4 طماطميات مبشورين بالمبشره كده. ولما بنبشر الطماطم في المبشره القشره بتاعتها بتتسلت بره لوحدها، فدي كده طماطم من غير القشره مبشوره بس. نديهم تقليبه كده مع بعض. زودت لها شويه ملح وشويه فلفل اسود بس مش كتير لاني اوريدي حاطه على البتنجان. معلقه كبيره من البابريكا، ولو الطماطم لونها مش محمر قوي حسيتوا ان لونها محتاج يعني ممكن تزودوا معلقه من الصلصه. انا زودت معلقه كبيره من الصلصه. نديها تقليبه. فصين توم بنهرسهم كده ونحطهم فوق الطماطم، ما بنحمرش التوم في الاول، بنحطهم فوقيه. نقلب كل حاجه مع بعضها. اول ما التوم يطلع ريحته بنرجع نحط البتنجان، نديهم تقليبه كده. حسيت ان ما فيهاش سوائل فزودتها نص كوبايه ميه، وهغطيها واسيبها تتسبك على نار هاديه يعني 10 دقايق كده ولا حاجه. الدهون تفصل منها والبتنجان يستوي تمام وكل حاجه تبقى زي ما انتم شايفين كده، لونها حتى كمان يبان. ومعايا 4 بيضات. طبعا ممكن تحطوا بيضايه، بيضتين، 3 زي ما انتوا عايزين. ممكن تلغوا البيض خالص مفيش مشكله وتكملوا نفس الخطوات بعد كده. بعمل حفره كده مكان كل بيضايه، فتحت الصفار بالشوكه، رشه من الفلفل الاسود على كل صفار او على كل بيضايه، واخر حاجه رشه من الجبنه الموتزاريلا. والنار هاديه على فكره، على اهدى حاجه، وبغطيها وبسيبها على نار هاديه. الجبنه تسيح والبيض يستوي وكل حاجه تندمج مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. احنا عاوزين البيض يستوي بس ما ينشفش يعني، ما يجلدش، وفي نفس الوقت تبقى كل حاجه جوسي كده ويبقى مستوي تمام 100%. رشه من البقدونس كده على الوش وبس كده. مش عايزه اقول لكم تجنن. وجبه متكامله فيها كل حاجه تقدروا تاكلوها فطار او عشاء. انا باكلها غدا، انا المره دي عاملاها غدا، هتغدى بيها. فيها كل المكونات، فيها كل القيم الغذائيه. ما بتحبوش البيض اعملوا له سكيب وكملوا، حطوا رشه الجبنه في الاخر وخلاص وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.